السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ في فيديو النهارده جايبه لكم احدث الادوات المنزليه اللي عامله ترندي 2024 وعامله ضجه على السوشيال ميديا. اول حاجه معانا لمبه الوبر، هتخلصكم من اي وبر موجود في الملابس، وخصوصا كمان الناس اللي عندها حيوانات هتقدروا تتخلصوا من اي حاجه موجوده على الملابس بسهوله، عمليه جدا وحلوه جدا. تاني حاجه معانا اللي هي دي عبارة عن كوستر كده او حاجة بتعجنوا عليها، ومش كده وبس، دي مزودة بمقاييس هتقدروا ان انتوا تقيسوا عليها العجينة، وخصوصا لو بتعملوا بقى معجنات كده وعايزينها كلها تبقى قد بعضيها، هتقدروا ان انتوا تستخدموها كده، وعملية جدا وبتتغسل كمان، وكمان بتستحمل درجات الحرارة العالية. شكلها حلو وعملية برضو. معانا بقى الشراب السحري ده هيخلصكوا من الخشونة اللي بتبقى موجودة في كعب الرجل، والناس اللي عندها زوايد جلدية وتشققات في الرجل، وبيجي معاه جل، فتقدروا ان انتوا تحطوه، وحلو برضو وعملي. دي بقى المطحنة، دي المطحنة القروبة، هتقدروا تطحنوا فيها اي حاجة، وسعرها بسيط، يعني ممكن تجيبوا منها اتنين، واحدة تخلوها للبن والسكر وكده، والتانية تخلوها للبهارات، فعملية برضو وكويسة اوي. المج ده عامل برضو ترند يا جماعة، شكله أمور قوي، نقدر ان احنا نقدم فيه اي كوكتيل، عصاير، اي حاجة، هو شكله حلو وشكله لذيذ قوي. عامل برضو ترندي على السوشيال ميديا. كل الحاجات دي يا جماعة موجودة من زمان، بس برضو عاملة ترندي دلوقتي وموجودة في 2024. يعني في ناس هيقولوا لي ده الحاجات دي موجودة من زمان، برضو نازلة تاني وعاملة ترندي تاني. ده برضو شايفة ان هو عملي قوي وحلو قوي، هيمنع انسداد الحوض، لان كل الفضلات بتترسب حواليه، فشكله برضو حلو وشكله عملي اهو. استخدامه زي ما احنا شايفين كده، بنضغط عليه بيسرب المية زي ما احنا شايفين كده. تعالي نشوف معانا بقى الجوانت المارد ضد النار، هتقدري ان انتي تمسكي بيه الحلل، وتمسكي بيه اي حاجه سخنه، تدخلي ايدك في الفرن. كلنا بنتعرض لحرقات ولسعات، وخصوصا ست البيت الموجوده في البيت، فده هيخلصك من اكبر مشكله بتواجهك في المطبخ، فحلو برضو وعملي قوي. لو تقدري توفريه عندك في البيت هيبقى تمام، وبيتغسل وتمام، ويعيش معاكي فترات طويله جدا. وتعالوا نشوف معانا ايه تاني. معانا حلة البطاطس او حلة المقليات، بتبقى 3 قطع زي ما احنا شايفين كده، هنقدر نقلي فيها بسهولة، بس ما نكترش بقى في الحاجات المقلية عشان هي غير صحية، يعني خليها مرة او مرتين بالكتير قوي علشان صحتنا طبعا. اهم حاجة اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش يصلي على النبي في الكومنتات، وحطوا لي قلب كده احمر، واكتبوا لي من اي بلد بتشوفوني، عايزة اتعرف على اخواتي اللي من البلاد التانية. بحبكم جدا، وانتظروا مني احدث الترندات واحدث الادوات المنزلية، وهجيب لكم كل الحاجات اللي عاملة ضجة على السوشيال ميديا. لايك وشير للفيديو، بحبكم.